منتخب التاني منتخب المغرب يا جدعان، معاه في المجموعه البرازيل وهايتي واسكتلندا. عايز اقول لك على حاجه وانا بقولها من دلوقتي وعن ثقه وعن فخر لمنتخب المغرب. البرازيل ممكن يصعد اول، المغرب ممكن يصعد تاني، ولكن هايتي واسكتلندا في مهب الريح امام منتخب المغرب. انا عارف انا بقول لك ايه، يعني انا طلعت اتكلمت عن منتخب مصر وعارف امكانيات منتخب بلدي، وانا اتمنى ان هو يصعد، ولكن مش هيصعد لان انا عارف مش هيصعد ليه. حتى لو في مجموعه اسهل من كده برضه مش هيصعد. ولكن منتخب المغرب انا عارف ان المنتخب ده بيشتغل على نفسه من سنين، وصل دلوقتي لمرحله ان انت بتشوفه منتخب اوروبي. يعني انت بتتكلم على البرازيل وبتتكلم على المغرب وهايتي واسكتلندا، يعني تخيل ان ابرز منتخبين في المجموعه هو المغرب والبرازيل. عايز اقول لك ان المغرب من المنتخبات المصنفه على مستوى العالم. المغرب يا جدعان يعني من المنتخبات المرشحه لكاس العالم. وانا بقول الكلمه ديت لان انا عارف منتخب المغرب بيعمل ايه. منتخب المغرب بيلعب فرقه اوروبيه، كله بيخاف على بعضه، الاتحاد بتاعهم عارف بيعمل ايه كويس، اللعيبه بتاعتهم بتموت نفسها على الكوره، في منتخب في كوره، في اتحاد كويس بيشتغل على نفسه، فهنشوف كوره نظيفه. فبكل التوفيق لمنتخب المغرب، وان شاء الله السنه دي نشوفه في النهائي. ملعب رائع، هذا الملعب الرائع، الملعب الجديد، هذا الملعب الرائع اللي تم تصميمه هكذا اون 3 دي، لكن راح تشاهدوه بعد مده زمنيه محدده. ملعب جميل، ملعب عالمي. خويا هما اعطوا له القيمه ديالو. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير، والهدف هذا ياتي بعد المركز وبعد الملاعب الجواريه اللي عندهم. تصوروا اين وصلوا اليوم، شاهدوا والله نغيروا برك، احنا ما راناش نحصلوا، ولكن ماذا بيك احنا دير على الاقل تعاند في مراكز، في ملاعب. النادي الان راح يكون عنده ملعب خاص به، ماشي الدوله تبنيه كما دارت ليون في فرنسا. باريس سان جيرمان ما عندهمش ملعب تاعهم، راح يبني واحد، راح يديروا ملعب ستاد ديالهم بيان اورغانيزي. علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟ قلت لك هما ممكن مارسي ما عندهمش واش عندهم هادو، صح. الله ما تزيدش تمثل بهذا. شوف ذاك الملعب هما يشوفوه لبعيد، دوك هذا الملعب يولي يدخل لهم العجب، باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا فندق كاين اوتيل فيه كلش العجب. ولوبجيكتيف تاعهم قلتها انت بيان، ولا ما داوش كوب دي موند في هادو ما يديوها في هذا الملعب، بهذا الملعب، ولا ما داوهاش في هذه العوام اللي كاين يديوها بهذا الملعب. هم الاوبجيكتيف تاع توجور نروح بعيد، نحوس وين نافونسي. احنا مازال دبزه على اللي كاينه قناه ايطاليه، قناه ايطاليه انا حطيت لكم هنا، بعد دارت روبورتاج قالت لك حنا ولينا من العالم الثالث والمغرب من العالم الاول. يعني قناه ايطاليا هذو ما يتبعوا ما يتشريو، هذا ما غاديش مشى يعاود القجع مشى شراهم، هذو القجع ما شراهم والو، جا داروا روبورتاج في طنجه، الملعب ديال طنجه. مصر قبيله دخل الملعب ديال طنجه حل فمه قال لك هذا خصهم يلعبوا في النهائي كاس العالم. هذاك المصري معروف تعرفوه، الناس كامله من تحل فمها الا صحافه ما صابوا الهوين. واحد جا قال لك راه بناو لهم ملاعب وكذا منا، لا راهم كارين الملاعب، هذوك الملاعب غادي يكملوا بهم المغرب، يكمل بهم كاس افريقيا، غادي يقلعهم ويردهم على راه كاريهم جو سي با. واحد يجي يكتب دينا كاس حلال، حافظ الدراجي قال لك دينا كاس افريقيا حلال، حافظ الدراجي بلاتي ندير عليك فيديو ديال هذيك كاس افريقيا اللي جبناها، وبغيت تشكر المصريين تشكر. كيبان لي انه من حق اخي الجزائري، من حق المنتخب الجزائري الشقيق ديالي يركب في حافله جيده. خصو يركب ماشي في الايريزار، خصو يركب في دوك الطوبيسات اللي دايره في اخر ما غنات ام كلثوم في المرسيدس. نورمالمون هذوك هما اللي خصهم يركبوا فيهم، باعتبار ان الناتج الداخلي للخام راه ضارب الناتج الداخلي للخام المغرب في 2.5. حنا يلاه 170 مليار ولا 165 مليار دولار واقيلا بحال هكا، هادشي فاش حنا كنلعبوا دابا. الرقم الاخر رقم ما ضبطوش، ولكن رحنا بعاد بزاف على 200 مليون دولار مازلنا ما سديناش. هما الناس راهم تيهضروا على 400 وزياده ديال المليار دولار، وكيركب لي في بوس ساوي 14 مليون مغربيه في السوق ديال البونوكازيون. اوكي دونك اخواني الكرام، حافله ب 14000 اورو اليوم، يعني القيمه السوقيه ديالها حاليا 14000 اورو، هي الحافله اللي البارح ركب فيها المنتخب الجزائري مباشره بعد وصوله للجزائر. حلال بلا كريدي، حلال اخويا. ولكن المنتخب الجزائري يستاهل محسن، يستاهل محسن. واش هذا كار ديال العطاويه في 1950؟ تحياتي الناس العطاويه. الناس في العطاويه في 1950 ما كانوش كيركبوا بحال هاد الحافلات في 1950. تحياتي الناس العطاويه. اذا في نظركم علاش الاخوان ديالنا اليوم شفناهم بكل صراحه في هذه الحافله الباهته، يعني حافله يركبوا في حافله مزيانه. في نظركم علاش المنتخب الجزائري مسكين، واش ماشي من حقه انه يركب في حافله اخواني الكرام، حافله من سنه 2025؟ المنتخب الجزائري علاش في نظركم اليوم المنتخب الجزائري الشقيق عنده حافله موديل 2008؟ السلام عليكم اخويا. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي. رضوان. الله تحياتي. بخير.
الله امين. الله يحفظك خويا، تحياتي خويا. الله يبارك فيك خويا. امين. هاد خونا رضوان هذا قال تحيه للتماره والرباط، ونسالنا المرسى صاحبي. لا وقول مسا الخير يا صاحبي. تحياتي الناس الماس. ويلي اخي امين. شوف راه نهضروا مع الصالحي، انا نهضروا مع الصالحي صيفط لهم شي كار الله يحفظك، ما عرفتي الاكاديميه والله العظيم الا نشوفوا الاكاديميه ديال الصالحي فوت، هذا ما عرفوش الناس بان مرس الخير حداها اكاديميه سميتها اكاديميه الصالحي فوت، قداش ديال التكوين ديال كره القدم. عندهم حفلات الحفلات فين يبانوا هادو صاحبي، واكاديميه خاصه. دابا علاش دابا علاش خوتنا اللي من المفترض تكون عندهم حفله زوينه عندهم حفله ديال 2008؟ قلت لك كلها واش كيستاهل اخي، فهمتي؟ كلها وقدروا، فهمتي؟ ما يمكنش شي بحال شي، كل حاجه وثمنها، كلها وقدروا، فهمتي؟ بولبينا راه صافي، راه خصو يشري هو 1980، فهمتي؟ ابراهيم دياز راه خصو 2030 يسبق فهمتي؟ نعم. بس ماشي بحال اخي. تحياتي. لا اله الا الله، شكرا جزيلا اخويا سعيد، الله يحفظك. سي امين تشوف لي الفيديو من قناه الشروق، راه كاينه من الجهه المقابله من البلاصه الاخرى، ماشي لونغ اللي كنتي كتوريني منه قبيله، من اللونغ الاخر هكاك. دونك قلت خوتي علاش الاخوان ديالنا اليوم في الجزائر كانت شفناهم في حافله موديل 2008 كيبقاو خوتي هادو، زعما بصراحه كنبغي لهم انا الخير، ولكن فهمتي بصراحه انا ما عجبنيش الحال لما شفت الاخوان ديالنا في الجزائر في الشروق واش في فيسبوك اسير ياك تيك توك ولا اللي شفتيها. من بعد كينيا اليوم جا الدور على نيجيريا. وفد من الشركات المغربية حل في العاصمة النيجيرية في لقاء مع مسؤولين نيجيريين، والهدف هو الإشراف على تشييد 4 ملاعب كبرى تشبه الملاعب المغربية اللي بهرات العالم، ملاعب بمعايير عالمية وشهادة جديدة على خبرة المغربيه اللي ولات كتخرج خارج الحدود من شرق افريقيا لغربها. المغرب اليوم ما بقاش غير كينضم ولا مرجع افريقي في البنيه الرياضيه، وهذه غير البدايه، واللي جاي ما يستوعبوا تا واحد. اقوى وابرز مواجهات في المجموعات في كاس العالم زي ما انت شايف، دي مدعكه يابا، والعرب عندهم مداعك المداعك. المغرب قصاد البرازيل، مصر قصاد بلجيكا، تونس قصاد هولندا، السعوديه قصاد اسبانيا، الجزائر قصاد الارجنتين، وليله ولسه العراق ممكن تلاعب فرنسا، وليله يابا ليله. ربنا يستر علينا كعرب في كاس العالم اللي ما يعلم بالله ربنا ده. بعد ما مصر رفضت تنظيم بطولة أفريقيا 2028 وقالوا إن إحنا مش قادرين ننظم، ما عندناش ملاعب في الوقت ده إن إحنا ننظم بطولة أفريقيا 2028 وسيبونا ل 2032 أو 2036. المسؤولين داخل الكاف الأفريقي كل يوم بيتكلموا مع المغرب، يا مغاربة انقذونا، يا شعب المغرب أو يا مسؤولين المغرب انقذونا، عايزين ننظم بطولة أفريقيا 2028 في المملكة المغربية الشريفة. والله العظيم أنا مستمتع باللي بيعمله المغرب مع الكاف الأفريقي. عارف ليه؟ عشان بيعلمهم الأدب، المغرب اللي ألغى بطولة تنظيم أو اللي ألغى تنظيم كأس أفريقيا للسيدات، واللي مش راضي إنه ينظم بطولة أفريقيا 2028، واللي الكاف دلوقتي في ورطة كبيرة جدا جدا جدا. مش قدامه مفيش دولة عايزة تنظم البطولة، مفيش دولة فيها ملاعب مؤهلة ان هم ينظموا بطولة 2028، والكاف الافريقي عايز ينظمها في المغرب بأي طريقة وبأي وسيلة. لما انت عايز تنظمها في المغرب ظلمت المغرب ليه؟ ما هو المغرب هو اللي بينقذك دايما، المغرب هو اللي بيعلي من شأنك أمام العالم كله، المغرب هو اللي بيعمل لك قيمة وبيعمل لكل الدول الأفريقية قيمة أمام العالم كله. بتظلموا المغرب ليه؟ قول لي كده. المغرب اللي نظم لك بطولة في تاريخ بطولات أفريقيا بالكامل، مفيش بطولة ممكن نحطها جنب البطولة الأفريقية 2025. محمد صلاح بنفسه، أنا قلت الكلام ده كتير قبل كده، طلع وقال أمام الجميع أفضل تنظيم لبطولة شفتها في حياتي هي بطولة أفريقيا 2025 بالمملكة المغربية الشريفة. لما أنت بتتحايل على المغرب كده، بتأذي المغرب ليه؟ بتقلل من المغرب ليه؟ مش بتدي المغرب حقه ليه؟ نزلت عقوبات مضحكة وكوميدية لمنتخب السنغال، واحنا كنا مفكرين ان الموضوع اكبر من كده. ده انت خليت الموضوع تافه، خليت الموضوع ملوش اي لازمة. السنغاليين نزلوا ارض الملعب وهاجموا على الامن المغربي، ورغم كل ده رايح تقول 5 مباريات على المدير الفني لمنتخب السنغال ومش عارف غرامة $100,000. يا حبيبي
غرامه 100,000 دولار. طب شوف بقى مين هينظم لك البطولات. ما هو انت مفكر ان المغرب سهل تضحك عليه وتظلمه، ومفكر ان المغرب يقول لك اهلا وسهلا هنظم لكم البطولات. لا لا والف لا. خلاص المغرب لقمه صعبه، المغرب لقمه صعبه. بعض المنتخبات الافريقيه راحت للمغرب عشان تقلل من المغرب، لكن المغرب كبير غصب عنك وغصب عن اي حد، والمغرب هيفضل يديكوا دروس عشان يعلمكم الادب.